السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوفني والفيديو عجبك يا ريت تنسانيش باحلى واجمل واغلى لايك وشير وتتابعني وتشترك دلوقتي معايا. ولو انت او انت من المتابعين اشكركم على الثقه الغاليه ديت. النهارده السبت وزي ما احنا عارفين كل يوم سبت هيبقى فيه حلقه جديده من حلقات قيم. اتكلم الحلقه اللي فاتت وكانت بعنوان اخر كدبه، وقلنا فيها او اتكلمنا فيها عن مفهوم الكذب واشكاله المختلفه وليه ساعات بنضطر اننا نكذب على نفسنا او اللي حوالينا وايه الحل. هتكلم النهارده في حلقه جديده من حلقات قيم عن النصب واشكاله، مش في الفلوس وبس ولكن كمان النصب في المشاعر المزيفه والكلام والفعل والعلاقات الانسانيه وايه اسبابه وعلاجه وحاجات تانية كتير بعنوان نصيب النصب. يلا بسرعه نبتدي حلقه النهارده. كتير مننا بيقابل كل يوم ناس نصابه في مشاعرهم، في كلامهم، في افعالهم، وحتى في وعودهم معانا. والحقيقه ان احنا بننسى اهم نوع من انواع النصب، هو النصب على نفسك. ايوه، متستغربش قوي من الكلمه. في يوم من الايام انت كمان نصبت على حد، فربنا بعتلك اللي ينصب عليك. وانا هنا بقصد النصب في الكلمة اللي طالعة من جواك، وازاي قدرت تسكت ضميرك وانت بتقولها. في كلمة حب قلتها الانسان، او كلمة شغل اديتها لمديرك، او كلمة حتى قلتها بينك وبين نفسك وما قدرتش تعملها، وده برضو يعتبر نوع من انواع النصب. طيب ايه اشكاله؟ في اشكال كتيرة جدا مختلفة عن النصب، زي مثلا الشحاتة. كتير مننا بيلاقي ست ولا راجل عجوز كبير في السن يقول لك لله يا ابني اي حاجة ما اكلتش من امبارح، وبيلعب هنا على العاطفة بتاعتك عشان ياخد منك اي مصلحة. او نوع تاني واحنا ماشيين في حالنا نلاقي واحد جه يقول لنا والله يا ابني انا اسف انا وقفتك الطريق، بس انا مش من هنا، انا من بلد كذا ومعيش حق التذكرة اللي ارجع بيها في اي حاجة. الموقف نفسه او الصدمة نفسها انه بيلعب على مشاعرك، مشاعر الخير عندك، فانت بتطلع اللي فيه النصيب. حلو الكلام ده، بس ما تتماداش اكتر من كده. يعني مثلا ما تدوش نمرتك تقول له والله يا حاج لو انت عايز اي حاجه كلمني. لا، انت ما تعرفوش اصلا عشان تعمل حاجه زي كده. الطيبه حلوه بس مش بهبل. وضحت الفكره؟ وفي نوع تاني زي مثلا النصب في سلعه او بضاعه، زي مثلا بايع او مشتري. انت رايح تبيع حاجه، فالمشتري بيقول لك فيها ايه عيوبها، انت ما قلتش عيوبها او اديتها اكتر من حقها. طب ما هو ده نصب، انت كمان بتنصب عليه. او رايح تشتري حاجه فبتقول له دي بكام، فقال لك ب10، تمام، فانت معكش غير 5، فهتبتدي بقى ايه، تطلع له فيها القط فاطسه، تقول له لا والله دي فيها كذا وكذا وكذا، عشان تبخس اشياء الناس ولا تبخسوا الناس اشيائهم. ب10 ممكن تفاصل، تمام، 8 9، لكن مثلا يعني ما تنزلش نص الثمن عشان تشتري حاجة عاجباك. ده برضو بحد ذاته نوع من انواع النصب، ما تضحكش على نفسك يا ريت. نوع تاني من انواع النصب، وده بالنسبة لي اكبر نوع، وهو النصب في الكلمة او الوعد. شباب، الكلمة اللي انت مش هتقدر تعملها يا ريت ما تقولهاش. الوعد اللي انت قلته في حد ذاته عقد. لو انت مش قد الوعد او الكلمه دي يا ريت ما تقولهاش. ما تعلقش قلوب الناس بيك، ما تعلقش صداقه الناس بيك. مش قد الكلمه ما تقولهاش، يا ريت قدها يبقى لازم تعملها. لو ما عملتش كده وانت عارف انك مش هتقدر تعمل كده، ده نوع من انواع النصب. طب ايه اسبابه وعلاجه؟ اسبابه كتير، منها عايز تحسن صورتك، معدوم الامكانيات، حاجه في طبيعتك، انت انسان نصاب بتعيش على النصب على الناس، دي حاجه في طبيعتك مش هتقدر تغيرها. بتلاقي مثلا فيها متعه انك تنصب على الناس والناس تصدقك وهكذا، ده نوع برضه من انواع النصب. اللي بيفتكر انه مضطر يعمل كده، مفيش حاجه اسمها ان انا مضطر، لا خالص. انت مش مضطر او حد جبرك على حاجه، انت اخترت انك تنصب على الناس. ما تقوليش انا مضطر، انت اخترت. طيب ايه العلاج؟ والعلاج بسيط جدا يا شباب، والعلاج في كلمتين اتنين وبس: نصيب النصب، او بمعنى تاني داين تدان. يعني ايه؟ وعدت مثلا بنت
انك هتتجوزها وارتبطت بيها وعلقتها ومسكت قلبها وكسرته، وانت كنت عارف انك مش قد الوعد دوت، وبالرغم من كده كسرت قلبها، ربنا هيبعت لك اللي تعلقك بيها وتكسر قلبك واكتر كمان. متفتكرش انك زي ما عملت في ولاد الناس او بنات الناس مش هيتعمل فيك. داين تدان. او رحت تشتري حاجة او تبيع حاجة وضحكت على صاحب البضاعة، افتكرت ان عملتك عدت، ربنا هيبعت لك اللي ينصب عليك وياخد حقه، حق الراجل دوت منك وبزيادة كمان. ما تفتكرش انك هربت، مفيش حاجة اسمها هربت. داين تدان. او وعدت مديرك بالشغل انك هتشتغل وما اشتغلتش، او وعدت نفسك انك هتذاكر وما ذاكرتش، هتيجي يوم الامتحان مش عارف اي حاجة، هتسقط، هتيجي تقدم شغلك لمديرك هتفشل. داين تدان. نصيب النصب. داين تدان. دي يا شباب كانت موضوع حلقة النهاردة. اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقة النهاردة. اشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقة جديدة من حلقات قيم. بس قبل ما انهي الحلقة احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، ومش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم، هنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقة الايجابية وتقول لنا هاي انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وربنا معانا، بس المهم انتم تكونوا عايزين تساعدوا نفسكم عشان احنا نقدر نساعدكم. هسيب لكم لينكاتي في الفيديو عشان اي حد يحب يتواصل معايا، يهمني جدا 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 اعرف رايكم وافكاركم وملاحظاتكم حتى انتقادكم في حلقه النهارده. وزي ما بقول في كل حلقه، في ناس كتير وجهات اكتر مراهنه على فشلنا، يا ريت متدوش فرصه لاي حد انه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لان مقامنا غالي وعالي جدا. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل لايك وشير وتتابعني وتشترك دلوقتي معايا في الحلم، عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. stay positive you أسا. سلام عليكم.